يا أهلا وسهلا بكم. رح أسوي معاكم اليوم القشطة المنزلية على طريقتي. تنفع لأكثر أنواع الحلى برمضان، تنفع حشوة قطايف، تنفع للكنافة، تنفع لأكثر الأشياء اللي نحشيها بالقشطة. أول خطوة راح أضيف كوبين من حليب السائل كامل الدسم بقدر صغير. طبعا هون ضروري نعير المقادير مشان يطلع عندي المقدار أو السماكة مضبوطة عندي. راح نضيف هون كوبين من الحليب، تقدروا تستخدموا أي نوعية، المهم ضروري يكون كامل الدسم. بعد ما أضيفهم راح أضيف عليه ملعقتين من السميد الناعم. نضيف فقط، ما نضيف النشا بالمرحلة الأولى. أنا حابة أول شي السميد ويسخن على النار وتفتح معايا حبة السميد بالأخير، يعني حتى طعم السميد بالقشطة ما راح يبين إنه حاطين سميد، بس يعطين طعم لذيذ معاها، ويطلع عندي قوام القشطة متماسك ويسهل علي حشو القطايف أو رولات الكنافة. راح أحط الخلطة على النار، القدر على النار، وعلى جنب عندي هون ضفنا ربع كوب من الحليب السائل، وراح أضيف عليه 3 ملاعق كبار من النشا وأخليهم على جنب. عندي هون شوفوا بلشت هون تسخن عندي السميد، وبلشت حبة السميد تفتح معايا مع الحليب. اتركهم تقريبا قبل الغليان بشوي، وراح أضيف الخليط النشا اللي ذوبناه بحليب، أضيفه بالتدريج ومع التحريك. استمر بالتحريك على نار هادية لحتى يغلي عندي الخليط. راح أضيف طبعا هون تقريبا راح بلش يغلي عندي. راح أضيف عندي مع المقادير حبتين جبن، تحبوا كيري، تحبوا مربعات، تحبوا مثلثات، الموجود عندكم، يعطيها دسامة وطعم لذيذ مع القشطة. أحركها طبعا عندي هون، انتبهوا النار هادية، أحركها لحتى تذوب معايا. شوفوا هون بلشت الخلطة تذوب. بالنسبة للمنكهات أنا هون ضفت ماء زهر. تحبوا تضيفوا فانيليا، تحبوا تخلوها سادة، حسب رغبتكم. ماء الزهر مع القشطة لذيذ جدا. وضفت آخر شي علبة قشطة. شوفوا هون الخلطة عندي ثخنت وصارت تمام. إذا الكمية كبيرة أقدر أفردها بصينية مشان تبرد بسرعة، وأغطيها بلاستيك مشان الطبقة الفوق ما تنشف معايا، أو بطبق مثل ما راح أسوي وأغطيها وأدخلها البراد لعدة ساعات مشان تبرد، وأتركها بالثلاجة. كل ما تركناها بالثلاجة أكثر كل ما تماسكت أكثر. بعدها راح تكون جاهزة إني أستخدمها. تحبوا تستخدموها لأي نوع، طبعا ما شاء الله إحنا عندنا برمضان يعني نستخدم القشطة بحشوات كثيرة بالحلا، فتقدروا تحتفظوا بيها بالثلاجة لعدة أيام وتستخدموها عند الحاجة. وهذه طريقتي بالقشطة المنزلية، إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم وتعتمدوها مثل مو أنا معتمدتها من سنين. وهذا كان فيديو اليوم. بآخر الفيديو لا تنسوا تفرحوني بلايكاتكم، واللي أول مرة يشوف قناتي بليز اشتركوا بالقناة وادعموني وخلوا القناة تكبر بيكم، وانتظروني بوصفات قادمة.